الفيديو ده من احلى الفيديوهات اللي عملتها في حياتي كلها، اتفرجوا عليه بتمعن كده وهستنى رايكم واسئلتكم في الكومنت. بصوا بقى من الاخر كده، اي وصفه للجمبري ممكن تتخيلوها او ما تتخيلوهاش هتلاقوها في الفيديو ده. انا النهارده ناويه اعمل سفره جمبري خطيره، اكله فسفوريه تضرب في النافوخ. صاحبتي مسافره دبي خلاص، اجازتها خلصت وراجعه، فكان لازم اعمل لها سفره سي فود محترمه كده عشان هي بتعشق السي فود وبالذات بتاعي. فتعالوا نشوف عملت لها ايه. هستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، دي اهم حاجه لان رايكم بيفرق معايا جدا جدا جدا. هبتدي اول وصفه باسهل وصفه للجمبري ممكن تعملوها في حياتكم وهتاخدوا منها شويه شوربه عظمه، والوصفه دي ما بتاخدش 10 دقايق. بصوا بقى، جبت الجمبري بتاعي اهو فريش، يعني لسه طالع من البحر على بقنا على طول. الجمبري لما يكون بلدي كده ما بيتغسلش غير بميه بس، خساره نغسله باي حاجه تانية عشان ما نبوظوش وما نهريهوش. لومه كده سريعه عشان في ناس بترميها. اللي هنا ده كده دي البطارخ اللي بنشيله، العرق الرمل اللي جوه بنخلي الراجل يشيله او احنا نشيله، لكن دي بطارخ اوعوا ترموها، ده كنز. بصوا الجمبري ما شاء الله حاجه كده خطر خطر خطر. اصحابي هيتدلعوا النهارده دلع. غسلت الجمبري بتاعي اهو كده بميه. ايوه دي اللي انا عايزه اطلعها بقى. ايه هعملها مع الجمبري، هعملهم مع بعض. الكابوريا بقى عشان انضفها لازم بشيل دي لازم تترمي على طول. وانا بحب اشيل المقصات عشان تدخلي الصوص كده جوه الكابوريا من هنا كده من جوه. عايزه اقول لكم بس على معلومه، دي ما بتتغسلش، دي البطارخ بتاعه الكابوريا. تاني حاجه هاتوا دايما الكابوريا تكون نتي. بتعرفوها ازاي؟ بتعرفوها من لونها وانها بتبقى اتقل كده، الدكوره بتبقى كبيره وزرقاء ومقصتها كبيره قوي كده بس مره، ولحمها مش بيبقى مليان. هاتوا النتي احلى. محتاج بصل وفلفل رومي وفلفل حامي بس. بصلتين وستة فلفل، حط حامي يعني رومي ده عشان بس عندي عزومه، بس عاده حط حامي بس. خلاص كده البصل والفلفل بتاعنا خلص، هملح واحط كمون بس، ما بحطش اي حاجه تانية. الطريقه دي ما فيهاش اي فن، ملح وكمون فقط لا غير. سلام بقى لو دعكناهم بايدينا كده مع بعض، بيبقوا طعمهم يعني في حته تانية خالص، احسن من التقليب كده. فركوهم كده بايدينا. حله سخنت اهي بقى معايا، ابتدي انزل الجمبري بتاعي. لازم تسمعوا صوت التش دي. وبعدين بقى هبتدي انزل البصل والفلفل بتاعي ده طبقه كده، وبعدين دلوقتي هنزل الكابوريا. دلوقتي انا هغطي عليه واسيبه يخرج اول حاجه الجمبري والكابوريا والبصل والفلفل الحامي والرومي وكل الكلام ده والملح والكمون يطلعوا الميه بتاعتهم، وبعد كده انا بزود لهم ميه. ممكن ما تزودوش ميه براحتكم، بس انا بزود ميه عشان بحب شوربه كتير كده، واخده بهاريز كتير وتبقى في نفس الوقت خفيفه مش مركزه قوي. لو عايزينها مركزه قوي يبقى ما تزودوش ميه. المقصات دي حياتي في الكابوريا، قولوا لي في الكومنتس مين بيحبها زيي. انا بعشقها. لا وبعرف اخرج اللحم منه كله، يعني بخلي كل ده ايه حاجات متكسره بس. شاطره قوي انا في اكل الكابوريا، مجرمه. مهم جدا 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 ان اي نقطه تقع مننا طول ما احنا بنعمل سي فود على طول نمسحها فورا في الحال، لانك لو ما عملتوش كده اما تخلصوا هتلاقوا المطبخ كله ريحته زفاره. فعلى طول على طول تمسحوا اول باول كده. على ساعتكم بقى 10 دقايق وتبقى جاهزه، من 10 دقايق لربع ساعه، وكده تكون اول وصفه خلصت معانا. نعمل بقى دلوقتي الجمبري الباتر فلاي. غسلت برده الجمبري بتاعي عادي جدا بميه، وبعد كده سخنت طاسه جامد جدا. ممكن ادخله الفرن بس انا مش بحب ريحه الجمبري في الفرن، بتقلب الدنيا وكمان بحسه بيزفر معرفش، فخلينا احسن نعمله على النار. الطاسه دي ما فيهاش اي حاجه خالص. هبتدي انزل فيها الجمبري كده. الجمبري طبعا مفتوح من الظهر، ده اهم حاجه. ابتدي انزل عليها الجمبري كده. بصوا بقى، حطيت كام فص توم مع قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي. الفلفل دلوقتي اختيار، ممكن تحطوا توم بس. هضربه بقى في الكبه خالص، هنعمه خالص. رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون. هدي بقى تقليبه كده الجمبري والكابوريا مع بعض. هطلع بقى الجمبري بتاعي. نعمل بقى الصوص بتاع الباتر فلاي بمعلقتين من زيت الزيتون في نفس الطاسه اللي انا كنت عامله فيها الجمبري. متتخضوش يا جماعه، هي عايزه زبده كتير، فيعني كميه الزبده دي بقى انتوا براحتكم، بس الوصفه دي
عايزه زبده كتير. بصوا انا مش عايزه الزبده تسيح قوي قوي يعني. دلوقتي بقى منزله ايه الثوم والفلفل اللي انا عملتهم في الكبه، اقلبهم بقى مع بعض. شويه عصير ليمون حلوين يعني. معلقه من المستردة، معلقه من العسل، ملح، كمون، فلفل اسود. الريحه خطيره خطيره خطيره. اقلبهم بقى مع بعض. بقى كوبايه من كريمه الطهي واقلب الصوص مع بعضه كده. خطر. المفروض بنحط له شبت، بس انا صراحه ما عنديش شبت فمش مشكله يعني. ده تاني وصفه تكون خلصت معانا. عندي اهو دلوقتي الجمبري، بروح مقشراه كده. ده بيبقى اسمه جمبري مقلي راس وديل، عشان ببقى سايبه الديل والراس بتاعته. خلاص شلنا دلوقتي اهو القشر من هنا. نروح بقى حاطين الخله من البق هنا كده، شايفين؟ بندخلها في البق كده، نفضل ماشيين بيها وحاسين كده بالخله وهي متحركه لحد ما ايه توصل للاخر كده. اروح تكه تكتين، واحد اتنين، وكده تبقى خلاص. القشر ده بقى ممكن بيتعمل منه شوربه وبيتعمل منه حاجات تحفه يعني. ممكن تحطوه في كيس في الفريزر وتستخدموه. عملت التتبيله بقى بتاعه السمك اهي. حطيت توم وفلفل حامي وفلفل رومي وملح وكمون ومستردة وخل. اضربهم بقى في الكبه كويس جدا لحد ما يبقوا ناعمين خالص كده. بجد انا نفسي تشموا ريحه التتبيله، مش طبيعيه. كده بقى لازم نسيبه في التتبيله شويه حلوين، ساعه كفايه. بعدين نخرجه نحطه في الدقيق ونقليه وبس كده. مش هقلبه ولا هاجي ناحيته خالص لحد ما يمسك نفسه. دلوقتي بقى هعمل الوصفه الرابعه اللي هي الجمبري البانيه. نفس اللي انا عملته بالظبط، دخلتها في الخله وبرده قشرتها بنفس الطريقه بالظبط بتاعه الجمبري المقلي، بس التتبيله مختلفه شويه. توم، شويه مستردة حلوين، عايزه ملح، فلفل اسود، كمون. هكتب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو. الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا مهمين جدا في الجمبري البانيه. وشويه بقى من عصير الليمون حلوين كده. حطيت معلقه من الهوت صوص اختياري، مش عايزين براحتكم. هنزل بقى على الجمبري بتاعي بالتتبيله الخطيره. طيب اكيد دلوقتي عندكم سؤال، طب انت ليه حطيتي البيض دلوقتي على الجمبري؟ عشان هقلبهم كلهم على بعض، وبعد ما يقعدوا ساعه في التتبيله هروح خارجه على طول على البقسماط وعلى الزيت على طول، كانكم بتعملوا بانيه. الطريقه دي خطيره خطيره خطيره، مش هتحسوا طبعا ببيض ولا زفاره ولا اي حاجه من الكلام ده، اصلا بتقرف من خيالي، فما تقلقوش خالص من القصه دي. الجمبري البانيه بقى دلوقتي بعد ما قعد في التتبيله هبتدي اخده زي ما قلت لكم على طول على البقسماط، اضغط عليه كده كويس. احلى جمبري بانيه هتاكلوه في حياتكم. وبرده نعمل كده. نبتدي انزل بقى بالجمبري البانيه. هنعمل دلوقتي جمبري مشوي خله، فخليني اوريكم ازاي بنحط الخله في الجمبري. انا سايبه القشر عادي جدا، وبرده مخرجه بس العرق الرملي، ودي البطارخ زي ما قلت لكم من البق كده اهو. بروح مدخله وافضل ماشيه معاها. بصوا كانت هتخرج، دخلتها تاني وافضل مكمله مكمله مكمله. اروح تكه تكتين بس كده. دلوقتي ده عندي اهو الثوم، احط عليه ليمون، واحط عليه بقى حبه حلوين من الفلفل الحامي والفلفل الرومي. طبعا انا مش عايزه احط فلفل رومي بس مضطره، فانتوا حطوا اللي انتوا عايزينه، بس هو ميكس ما بين الفلفل الحامي وما بين الفلفل الرومي. والكميات برضو هكتبها لكم تحت الفيديو. وملح وكمون فقط لا غير. باخد الجمبريه اهي ماشي وهي مفتوحه كده اهي، بروح حشياها كده الحشوه دي كده، ولازم اقفل عليها كده بالايدي كده تنزل الصوص اللي فيها كده جوه الجمبري. شايفين؟ هدخله بقى دلوقتي ساعة التلاجة برضو يتبل. شايفين بقى بقية الدقة دي؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح حطها في طبق كده، وهروح مزودة عليها مية مغلية. دي بقى هتكون طريقة تانية للجمبري خطيرة خطيرة خطيرة، بنعشقها من واحنا صغيرين انا واصحابي. هنزل هو بقى دلوقتي المية. هعصر كمان ليمونتين زيادة، هي عليها الملح. بصوا الدقة دي من الاخر عبارة عن توم وفلفل حامي وفلفل رومي وملح وكمون وليمون بس بميه بقى، بنضيف ليها ميه كده. وبعدين بنشوي الجمبري من غير عصاق بقى، مفروض من غير ولا ملح ولا كمون ولا اي حاجه، نشويه لوحده كده كانه حاطينه في الدقه دي. مش قادره اقول لكم خطيره 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 ازاي. من احلى طرق الجمبري في الحياه. هنعصر الليمونتين كده هنا
حطينا ميه مغليه عشان الملح والكمون يدوب بس فيها، مش اكتر من كده، وعشان برضو الجمبري يفضل سخن يعني. الجمبري بتاعي اهو من غير ما حطيت عليه اي حاجه. هنزل بقى الجمبري بتاعي في الدقه. حلاوه. بص 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 بص، خطر. دي احلى طريقه للجمبري في الحياه بجد، طعمها مش طبيعي، الميه دي طعمها مش طبيعي. غسلت الجمبري والسبيط بتوعي كويس جدا. التتبيله بتاعتي هتكون عباره عن توم وبرده فلفل حامي وفلفل رومي وليمون وملح وكمون وبس كده، وعصير الليمون، واضربهم بقى في الكبه. انزل بقى التتبيله الخطيره دي على الجمبري والسبيط. انا نفسي بجد تشموا الريحه، يعني منظر بيتكلم وبيقول الطعم عامل ازاي. سيبه في التتبيله ساعه برضو، وبعد كده بقى هشيل من عليه التتبيله، وبعد كده هشويه، لان ده لو نزل في التتبيله بالتتبيله بتاعته كده في الجريل هيتحرق، فاهمين قصدي؟ فبنشيل بقى التتبيله بعد ما بيتبل. بصوا بقى، بشيل التتبيله كده زي ما قلت لكم، واروح منزلاها بقى في الجريل. التتبيله وانزلها، نزلت عليها قطعه من الزبده ومعلقه من زيت الزيتون. بنفضل نشوح فيه لحد ما ياخد اللون ده وندفي على طول، لان الجمبري والسبيط ما بياخدوش وقت خالص عشان ما يجلدوش. استناكم تقولوا لي في الكومنتس انهي وصفه عجبتكم اكتر واحده، وهتعملوها وتبعتوا لي صورها. وبحبكم قوي قوي قوي، كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. باي باي. بنحبك يا ميوم. جيبي قطه يا مي. انهي؟ ايه رايك في الاكل؟ تحفه، خطير خطير والله، خطير تحفه تحفه جنن بجد تحفه تحفه تحفه، خطير خطير بجد يا مي. بس عندي حموضه هتموتني، مش قادره خالص. بدفع الافطار اضرب.